انا عارفة في الفيديو ده انت محبط وتعبانة ويأسانة، ويمكن 2022 خلصت بس 2023 جاية وانت اصلا مش متفائل بأي حاجة في الحياة. وعارفة كويس ان ده حقك لاني 2022 ما كانتش سهلة، بالعكس توقعت اتوجعت وكمان اتخذلت من اقرب الناس ليك، وكمان عشمت في حاجات كتيرة قوي من ربنا وما حصلتش. فحقك انك تكون داخل 2023 وانت مش متفائل ويأسان وتعبان، بس اللي مش من حقك انك تعيش وتعيش نفسك في وسط دايرة الاوهام، في وسط دايرة الكلام السلبي والتوقعات السلبية على حياتك. عشت سنين كتيرة جدا وانا كنت متوقع بس حاجات سلبية، كانت تبقى لحظة حلوة بس في نفس الوقت انا بعمل لها سيناريو سيء جدا كنت بعيش نفسي فيه وبصدقه كمان. اللي انا عايزة اقوله لك، ما تحطش لنفسك حاجات سلبية وكلام سلبي، ما ترسمش لنفسك افكار سلبية وخطط سلبية لحياتك. لا، الحياة بجد صدقني فيها حاجات ايجابية كتير جدا. الحياة مليانة مغامرات ومليانة حاجات وتفاصيل بجد رهيبة ولذيذة بشكل لا تتوقعه، لانك انت عايش جوه دايرة الحاجات السلبية. لكن لما تطلع بره الدايرة دي هتشوف الدنيا بشكل مختلف. مش بقول لك كلام من الخيال، انا الكلام ده عشته وجربته، وبجد انا جاي اقول لك ان الموضوع مختلف تماما.